حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده جايبه لكم فيديو بسيط جدا عن افكار وحيل ومنظمات جديده هتشوفوها معايا. زي ما شايفين كده كلها حاجات جديده تستفيدي منها في بيتك، في ديكور بيتك وفي تنظيفه. زي ما انت شايفه كده كلها حاجات جميله جدا. تابع معايا الفيديو للاخر، هتستفيدي من كل حاجه موجوده معايا في الفيديو وكل الادوات اللي نازله حديثه. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، الصين ما سابتش حاجه غير لما ابدعت فيها. زي ما انتم شايفين كده ده طبعا هي كده عشان لو انت عندك فلتر بيبقى محتاج الصرف بتاعه. فطبعا هم حطوا كده آه، زي ما انتم شايفين كده ازازه وحطوا فيها اللي هو اللي بينزل الميه الفايضه من الفلتر زي ما شفتوا كده معايا في الفيديو. هنا كمان بيوريكوا حاجات جديده للحوض زي ما انتم شايفين كده، اللي هي الكتامه بتاعه الحوض، عشان طبعا الحوض ما يتكتمش معاكي من اي بواقي اكل. بتحطيها على الحوض بتبقى كده من السيليكون. هي وريتها لك السهاي، هي مطاطيه يعني بتفتح وتقفل معاكي وجميله جدا. هنا كمان القطاعه دي جميله جدا بدرج كده، هي من فوق طبعا خشب ومن تحت عبارة كده عن قاعدة من الميلامين. زي ما شايفين كده جميلة جدا وسهلة التنظيف، وعبارة زي الدرج كده، وكمان سهلة لها علقة بتحطها عندك في المطبخ في أي مكان زي ما انت شايفة كده. هنا كمان الاستند ده جميل جدا جدا، بيبقى مانع وعازل للحرارة وللزيت زي ما انتوا شايفين كده، علشان السيراميك بتاعك ما يغيرش او يجي عليه زيت، او كمان لو انت البوتاجاز بتاعك منضفاه. وفي نفس الوقت هو تنظيفه سهل جدا، بيبقى مصنوع كده من مادة عاملة زي الألمونيوم كده، خفيف كده. عارفين الألمونيوم اللي بنغطيه بوش البوتاجاز؟ مصنوع منه، بس دي مادة طرية جدا وجميلة جدا. هنا كمان لو عندك الحلة بتاعتك من غير غطا، زي ما شفت كده هما بيوريك دي من السيليكون، عازلة للحرارة. تقدري كمان لها من فوق زي وردة كده لها فتحات، تقدري تحطي فيها لو انت بتسلقي بيض او بتعملي اكل على البخار او بتسلقي مثلا جزر او اي حاجة لاولادك زي ما انت شايفة. هنا كمان الصفاية او المصفى دي جميلة جدا جدا، بتبقى بتتفتح وتتقفل معاكي، تحطها عندك في الطاسة او في المقلاية بتاعتك زي ما شايفة او الوقت بتاعك. جميلة جدا جدا. هنا برضو افكار وحيل كتير زي ما انت شايفه كده. اصلا عاجبني شكل الطاسه، اخده شكل ثماني كده. وهنا كمان ده كده عامل زي مضرب البيض، في نفس الوقت مضرب بيض وفي نفس الوقت عباره كده عن ماسك للخضار اثناء سلقها. لو انت مثلا بتعملي بلح الشام لقمه القاضي بتسلق بيض، جميل جدا ومصنوع برضو من الاكليريك. هنا كمان المنظم ده جميل جدا، هي عباره كده عن من الميلامين او من البلاستيك، بس طبعا حاجات نظيفه جدا. عباره كده عن كسرولة بايد كده مصنوعه من الاكليريك. في نفس الوقت هي صفايه لو بتصفي فيها خضار، وفي نفس الوقت عصاره برتقال، فيها مبشره للبطاطس زي ما شايفين كده. جميله جدا وعمليه وما بتاخدش عندك مكان، ولها كذا استخدام زي ما انت شايفه معايا. هنا كمان دي مزيته جميله جدا، تقدري تحطي فيها زيت او سمنه، سواء بقى بتحطي مثلا حاجه على الجريل او راح تشوي مشويات او بتعملي فطاير او حاجه. جميله جدا وفي نفس الوقت عمليه. هنا في كذا نوع منها، هي بتوريك اللي احنا شفناه. التاني طبعا ليه امان عن ده لان بيتقفل ومحكم. وهنا كمان نوع تاني منه زي ما شايفين كده، بس بيبقاش محكم قوي زي النوع التاني. هنا كمان جميل جدا لو انت عايزاه للكاتشب تدهني بيه فطاير او بيتزا. كلها حاجات جميلة. فضلا منك بقى لو وصلتي معايا الفيديو لحد كده، تنزلي تعملي لي لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. طبعا كل الحاجات دي دلوقتي موجودة في أي مكان من اللي بيبيع مستلزمات المطبخ. أنا كنت نزلت لكم فيديوهات عن أماكن في مدينة العاشر من رمضان، على مكان جميل جدا اسمه أسواق المنصورة، بيبيع كل الحاجات دي وأسعارها رخيصة مهاش غالية. هنا كمان لو انت بتعملي الكريب او بتعملي عيش الصاج زي ما شايفين كده، ده كده عبارة زي طاسة صغيرة كده بتشتغل بالكهرباء او بالحجارة. جميلة جدا زي ما شايفين كده. هي طبعا شحناها وبدأت تعمل عليها فطاير او معجنات جميلة جدا. بس انا اسفة لان هي دي عبارة عن صناعة الايس كريم، لان هي بتحطي فيها العصير بتاعك او الزبادي وتبتدي تحطي الفاكهة وتعمليها زي ما شفتم. هنا كمان طقم التوابل ده جميل جدا، انا شخصيا شاريه ده ب45 جنيه. هنا موجود عندنا مصنوع من الاكليريك او من البلاستيك، وفي منه مصنوع كده من ماده عامله زي الازاز. بس ازاز مش ازاز من اللي هو الازاز بتاعنا، ماده خفيفه كده من الازاز. جميل جدا. هنا كمان دي مقشره البيض ليه؟ عشان طبعا لو في حد ما بيعرفش يقشر بيض او بترج فيها البضايه زي ما شفتوا كده.
وتبتدي ترج البضايه. هي كده بيتلخبط البياض في الصفار، وبعدين تسلقي البضايه بتاعتك زي ما شفتي، جميله جدا. كلها افكار وحيل ومنظمات مفيش غنى عنها في اي بيت. دلوقتي حاجات بسيطة جدا وحاجات خفيفة. تابع معايا الفيديو، هتلاقي كمان ادوات كهرباء، حاجات جميلة جدا، والاسعار بتاعتها بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين كده معايا. دي كده القطاعة عاملة زي المقص كده بتاع البقدونس والكزبرة والخضروات. هي برضو ده كده عامل زي المقص، بتقطعي بيه الموز، بتقطعي بيه الفراولة، السجق، السوسيس، اي حاجة موجودة عندك بتبتدي ان هي تقطعها لك بالشكل اللي انتوا شايفين. ده المقص اللي بقول لكم عليه، ده المقص ده موجود عندي. انا بصراحه بحب اقطع على القطاع على طول. بس في بنات كتير طبعا ما بتعرفش تقطع، فهو جميل جدا برضو وعملي. هي بتوريكم استخداماته. اهم حاجه طبعا اللي لازم يكون عندك الفرشه بتاعته علشان تعرفي تنضفي بيها كويس. دي كده لو انت بتعملي كفته او بتعملي زي ما انتوا شايفين كده، تجيبي العصايه او الخله بتاعه الشيش طاووق، تبتدي تحطيها في المقبض ده كده، وتبتدي طبعا تحطي، لا سواء بتحطي بقى معجنات، بتعملي اكل سوشي زي ما شايفين كده، جميله جدا. هنبتدي هنا بقى ادوات جميله جدا. دي كده عامله زي علبه المناديل، برضو مصنوعه من الاكليريك. بس المره دي هي للكمامات زي ما شايفين كده، وينفع تحطي فيها برضو مناديل وتعلقيها عندك. هي لها من ورا لزق كده، بتبتدي دبل فيس، بتبتدي تعلقيها هنا كده. دي تلاجة صغننة جدا، بتاخديها مثلا معاكي في العربية، تحطيها عندك في أوضة النوم. في نفس الوقت شكلها سيمبل وجميل، وبتشحن عن طريق الشاحن بتاع العربية بتاع البطارية، أو تشحنيها عن طريق شاحن التليفون. شفتها كده ما شاء الله، المبرد بتاعها جميل جدا وقوي. زي ما قلت لك تقدري تحطيها عندك في اي مكان في البيت. هنا طبعا زي ما انتم شايفين كده، في نفس الوقت ميداليه، وفي نفس الوقت كشاف، وفي نفس الوقت سكينه تقطعي بيها فاكهه لو انت خارجه. في نفس الوقت مفك بتفكي بيه الصواميل زي ما انتم شايفين كده، وفي نفس الوقت مفتاح حاجه ساقعه، وفي نفس الوقت ميداليه، وفي نفس الوقت سكينه، وفي نفس الوقت مقص او قصافه كده لحاجه الكهرباء، وفي نفس الوقت كمان هي معاكي كشاف. هنا طبعا ده منظم علشان البهارات زي ما شفتوا كده، وهي بتفضي طبعا الكب منها. فبتوريكم ان في جزء زي مكنسه كده، بس مكنسه يدويه، لها جزء رفيع، بتبتدي ان انت تنضفي فيه الاماكن، سواء شبابيك المونتال او حاجات بسيطه زي ما شايفين. هنا طبعا كلنا بنشكى من التكييف لو هو عندك في الاوضه لو بينزل ميه او رطوبه. هنا بيوريكي ازاي مثلا ده جهاز تحطيه كده ويبتدي. اه ده لو مش شرط تشغلي التكييف، سوري انا اسفه. ده كده عباره عن مكيف صغير جدا، بتجيبي ازازه ميه، وتبقى ازازه ميه بارده وتحطيها زي ما شفتوا كده، بيبقى عامل زي التكييف الصحراوي. هنا كمان ده عباره كده زي بانيو صغير كده، تقدري تحطيه عندك في الحمام لاولادك، تحطي طبعا فيه ورد صناعي، ورد مجفف، بيبقى جميل جدا. حتى صرف الميه بتاعه زي ما انتم شايفين بسيط وخفيف جدا. هنا كمان دي كده حاجات من البلاستيك، بتدي شكل ديكور جدا، تقدري تحطيها عندك على السيراميك، على الإشاني بتاع الأرض، وفي نفس الوقت لها فتحات لو انت بتاخدي شاور بتستحمي، في نفس الوقت ما تبقيش واقفة على مية، علشان المية بتتصفى من تحت منها على طول. هنا كمان ده كده ستاند بتعيني عليه لو انت مثلا رايحه رحله، لو انت خارجه، لو انت مثلا خارجه من البيت يومين، زي كده ستاند كده صغير بتحطي عليه الفرش بتاعتك والمعجون. في نفس الوقت ما بياخدش مكان عندك في الحمام، وفي نفس الوقت تقدري تاخديه معاكي في اي مكان، تحطيه في الشنطه بتاعتك. طبعا كلها افكار جميله جدا. ما تنسيش بقى يا حلوين تنزلوا على طول تعملوا لي لايك للفيديو، واشتراك في القناه، وتفعيل زر الجرس على الكل، علشان دايما يوصل لك كل جديد انا بنزله. والشماعات دي جميله جدا، انا اول مره اشوفها بصراحه، للشرابات، للبناطيل، للتيشيرتات، تكبر يعني تتكبر وتتصغر معاكي بالاحجام اللي انت عايزاها زي ما شفت كده، وتتحط معاكي في شنطه السفر، ما تاخدش وقت او ما تاخدش حجم معاكي في الشنطه. وكمان الاستاند ده بتاع الحمام، زي ما شفت كده ليه لزق ده بالفيس، بتحطيه عندك في الحمام، بتخرجي الهدوم من الغساله. عندك مثلا ممكن تحطيه في البلكونه وتنشري فيه حاجات في البلكونه من جوه لو الجو عندك شتا. هنا كده ده عامل زي لكلوك كده، في نفس الوقت هو بيعمل مساج للرجل بالبخار، جميل جدا جدا وشكله شيك وعملي، بيدفلك رجلك طبعا في البرد اللي احنا فيه ده.
كلها حاجات جميلة مفيش استغنى عنها ان انت تجيبيها ليكي ولبنوتك، وتكون عندك حاجات، وفي نفس الوقت الاسعار بتاعتها بسيطة، لان الحاجات دي طبعا مهاش عليها. دي كده عاملة زي كوبايات صغيرة كده من السيليكون، بتحطي فيها حاجة ساقعة، بتحطي فيها عصاير الاشكال اللي انت عايزاها، وتحطيها عندك في الفريزر تعمل لك الشكل اللي انت عايزاه. طبعا دي كده زي كوباية ولها القاعدة بتاعتها، ومن فوق الحافة بتاعتها من الاستانلس. بتحطي فيها عصير، بتحطي فيها حاجات ممكن ساقعة او سخنة، وفي نفس الوقت سهلة القفل والفتح. تقدري تاخديها معاكي في اي مكان ككوباية معاكي في قلب الشنطة زي ما شايفين كده، لو انت خارجة، لو انت بتسقي بنوتك، اي حاجة زي ما شايفين كده. هنا طبعا لو انت مثلا بتروحي مثلا على البلاج، بتروحي رحلات ومبقاش مثلا قادرة انك تمشي فترة طويلة، فعندك الكرسي ده جميل جدا، تقدري تجيبيه وتحطيه عندك في العربية. في نفس الوقت ما بياخدش مكان، وفي نفس الوقت سهل انك تشتريه وتمشيه في اي مكان. جميل جدا. كلها حاجات بسيطة يا بنات زي ما شايفين كده، تقدري تستفيدي منها. ده كذا نوع من الكورس زي ما انتوا شايفين كده. بتوريكم هنا ان هو حاجات بسيطة، طبعا كل ده حاجات صيني، وبقت متوفرة دلوقتي في كل الدول زي ما شايفين كده. طبعا دي عندي هنا بتتباع في راس البر، بتتباع هنا في في المحلات اللي بتبيع ادوات المنزل وكده. حلو قوي قوي الكولمن او الترمس الصغير ده، تقدري تحطي فيه العلاج بتاعك او الادويه بتاعتك، وطبعا تحطي فيه الميه، تاخديه وانت رايحه شغلك، تاخديه وانت رايحه رحله، تاخديه في اي مكان، تحطي جنبك على التسريحه. في نفس الوقت جميل زي ما شفتوا كده، طريقه استخدامه بسيطه جدا جدا، حتى تقدري تاخدي الستاند بتاع العلاج بس معاكي وانت خارجه. هنا طبعا كلنا بنبقى محتارين في الجو بتاع الشتا ده من غسيل الكوتشيات زي ما شايفين كده. هنا الغسالة الصغننة الجميلة دي كيوتي جدا جدا، بتخش عندك مكان في الحمام، بتقدري انك تحطي فيها الكوتشيات تغسليها. جميلة جدا، خصوصا ان هي لها زي فرشة كده من النص، بتطلع لك الحاجة جميلة وزي الفل زي ما انتوا شايفين كده. المطحنة دي جميلة جدا. هي عندي كده بس من اللي هي ليها حبل كده بتشديه فتح وربط، بيفرم معاكي التوم، البقدونس، اي حاجة عندك. هو بس ده هنا بالضغط، تضغطي عليه، بيبقى ده شاحن تقريبا ببطارية او بحجارة، بصراحة انا مش عارفة ده، بس انا عندي فيه بتضغطي عليه من فوق كده، ومهوش غالي، ده ب35 جنيه. وفي اللي هو ليه زي حبل صغير بتقدري تشدي فيه كده، بيقطع لك الخضروات او بيفرم لك التوم. هنا طبعا دي كده كمية من البسكوتات، تحطي فيها لعب اولادك، تحطي فيها المخلفات بتاعه البيت بتاعه زي باسكت كده عندك في البيت، جميل جدا. هو تاتش، اول ما بتقربي ايدك منه هو بيفتح لوحده، توماتيكي توماتيكي زي ما بيقولوا، حاجات كلها عمليه وشكلها شيك. هنا كمان المنظم ده جميل جدا جدا للملابس، زي ما شايفين كده، هو مصنوع من الاكليريك. بتحطيه عندك كده زي تربو. هو ملوش يعني، هو عبارة عن زي اضراب كده، ملوش غطا من قدام او ملوش حاجة من فوق، علشان تقدري تعمليه كذا مرة. هنا كمان الشواية دي جميلة جدا، شواية بالكهرباء، هي بتوريك تستخدميها ازاي، وان هي عملية، تحطي فيها مية طبعا، وتحطي عليها التوابل اللي انت عايزاها، علشان في نفس الوقت بتطري معاكي اللحوم بتاعتك وهي بتتشوى، وتقدري تحطي عليها شرايح ليمون او نعناع. زي ما قلت لكم، دي برضو كده علبه زي المكعبات، تقدري تحطي فيها ميه او نعناع او حاجه ساقعه، وتقدري انك تحطها في الفريزر، وفي نفس الوقت بتحتفظ بالحراره. لو انت بقى بتشربي حاجه ساقعه، لو انت في اي مكان، تقدري تعمليها زي مكعبات تلج، في نفس الوقت ما يبقاش تلج او بتبقاش ميه تفور فتبوظ لك المشروبات اللي بتشربيها. كلنا طبعا بنبقى محتارين لما بنيجي ننظف البيت بتاعنا من الترابيزات. هنا الوقت دي قواعد كده او قعدات كده بتتحط على الرجل من تحت، في نفس الوقت لها عجل بتروح وتيجي معاكي في اي اتجاه، تحطيها للدفريزر، للتلاجة، للبوتاجاز، للترابيزات بتاعتك زي كده. عبارة عن عجل كده بيروح ويجي معاك. ده كده عبارة عن لزق بس شفاف جدا،
عامل زي اللزق زي ما قلت لكم، ده بالفيس بيلزق من الناحيتين، بس ده شفاف جميل جدا. لو بتلمسي شيميزات او قمصان بيكون ما بين العروه والعروه مسافه، وبتبقي خايفه ان مثلا جسمك يبقى باين، فتيجي تبصي تلاقي ده تلزقي كده في نفس الوقت حاجه شفافه وقويه جدا في اللزق، ما بتاخدش معاكي اي مكان. هنا طبعا المضرب اليدوي ده جميل جدا، هو بيشتغل بالحجاره وفي بيشتغل بالشحن او بالبطاريه، برضو كلها حاجات وحيل وافكار تقدري تجيبيها عندك في قلب البيت وتستفيدي منها. فضلا منك لو الفيديو عجبك بقى تنزلي على طول وتعملي الاشتراك في القناة وتعملي لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. وأوعدكم إن شاء الله بحاجات جديدة، ويا رب كل فيديوهاتي تعجبكم، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.